السلام عليكم. أكلة النهاردة من الأكلات العزيزة على قلبي. في ناس بتختلف عليها وفي ناس بتتفق عليها. خلينا مع الناس اللي بتحبها. هنقول طريقتها مع بعض، سهلة وفي البيت وحاجة نظيفة ومضمونة. أنا عندي هنا سمك بوري. ده سمك بوري، بصوا راسه بتبقى مدببة كده. سمك في نوع تاني سمك اسمه طبار، بيبقى يعني راسه كده مبوزة شوية. في فرق بين البوري وبين الطبار. الاتنين بيتملحوا عادي، يعني الطبار في ناس بتملحه، بس هو طبعا البوري احسن. اول حاجة بجيب كده السمك، بشطفه كويس قوي. طبعا السمك ده اهم حاجة في البوري، انك انت تجيبيه ما تجيبوش صغير عشان ما ينشفش منك وما يبقاش فيه لحم. يعني اقل حاجة تجيبي مثلا الكيلو سمكتين عشان تلاقي فيه لحمة كويسة بعد ما يتملح. انا بغسله زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي. ولما باجي اغسله من ناحية الراس، بقلبه، بجيب الراس من تحت كده. ما ينفعش تغسلي الراس وتفتحيها من فوق وانتي بتغسلي من فوق. الاول بنضف منه السفة بتاعه كده كويس، وبعد كده بقلب السمكة وابدا انضف الراس كويس. بينزل منها حاجات كده وتراب مطرح الصيد يعني، وكده بيبقى فيها وسخ، لازم تنضفيه كويس قوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده بنزل منها السفة كويس، وهتشوفوا دلوقتي الحاجات اللي هتنزل من الراس وانا بغسلها. بصوا شايفين الحاجات اللي بتنزل دي كلها. شايفين المنظر عامل ازاي. تغسليها وهي راسها تحت كده، ما ينفعش تغسليها وهي بالعدل عشان ما يدخلش في قلبها الميه. لما تنضف معاكي كويس قوي، وبعد كده تحطيها في المصفى. انا عامله هنا 4 سمكات، يعني وزن الاتنين حوالي كيلو. نضفها كويس قوي واحطها في المصفى. احاول اوقفهم كده، اخلي راس السمكه من تحت عشان تنزل كل الدم اللي فيها. هسيبها حوالي يعني من 6 ل7 ساعات كده، مش اقل من كده يعني، لحد ما تنزل الدم اللي فيها خالص. وهتلاقي السمكة تحسيها نشفت كده ووقفت معاكي شوية. هفرد ورق مناديل كده، مناديل مطبخ في الصينية، وهصفي عليها السمك علشان ينزل بقية الدم اللي فيه. بفتح راس السمكة كده عند الخياشيم، وببدأ احط فيها مناديل كده، احشيها مناديل علشان لو في دم لسه قاعد المنديل هيسحب معايا بقية الدم كله. بصوا السمكة عاملة ازاي، منها قعدت فترة نشفت كده. شايفين الدم اللي بينزل لسه منها، رغم كل الدم اللي كان نازل في البلاستيكية، برضو لسه في دم تاني. المنديل بقى هيسحب بقية الدم كله. هسيبها ليلة كاملة لتاني يوم، بس هحطها في التلاجة طبعا عشان الجو حر. لو في شتا سيبيها عادي على الرخام، مش هيجرالها حاجة. هسحب المناديل منها كده. ده كان تاني يوم، في ميعاد ما شلتها تاني يوم، سبتها يوم كامل. بعد كده ايه، هبتدي اعدل السمكة كده وادوس على مكان الشوك بتاع السمكة واعمل لها ايه، يعني افصل السمكة عن افصل الشوكة قصدي عن السمكة، يعني عشان لما اجي اخليه بعد ما يتملح يطلع معايا ما يبقاش اللحم بتاعه لازق في الجلد بتاعه. بصوا كأنك بتعملي لها مساج كده، تعدليها كده وتظبطيها كويس قوي، خليها ترجع طرية تاني. في الطبق هنا بقى احط كيسين ملح خشن، ده بتجيبيه من عند العطار. ملح خشن، مش الملح العادي اللي احنا بنستخدمه في الاكل يعني. احط كيسين ملح، واحط لهم زي معلقة كركم، وهحط لهم حوالي معلقتين شطة. وهجيب شوية ورق لوري كده برضو هقطعه بايدي كده واحطه عليها. هقلبهم كويس قوي. بصوا بوريكم الملح عامل ازاي، خشن مش ملح ناعم. حسيت ان الشطة قليلة شوية فحطيت لها حوالي معلقة تاني. هجيب بقى كيس بلاستيك كده يكون نضيف، هفتحه كده بالشكل ده، وهبتدي اجيب السمكة بتاعتي. لازم تحشي الراس بتاعته كويس اوي، وانتي بتحشي تضغطي عليها كده، تضغطي عليها. ورق اللوري ده حلو قوي في تمليح الفسيخ، علشان لو ما بيخليش اي ريحة كريهة ولا حاجة يعني.
بنحشي الراس كويس قوي، وحتى في بق السمكة كده برضو بحشيها بالملح، وتحطي الملح كويس قوي وتضغطيها. بنحط واحدة سمكة، واحدة كده وواحدة العكس، واحدة عكس التانية، نفس برضو ايه النظام مع التانية بالظبط. تحطي كويس الملح وتضغطي عليه كويس قوي، واحدة عكس التانية. بعد كده هترشي عليه مرشة ملح كويسة قوي، وبرضو تحت قبل ما تحطي السمك برضو اديها رشة ملح برضو كويس قوي. هبدأ بقى الف السمك كويس الكيسة واحطها في قلب كيسة تاني، وارجع احطها في كيسة تاني. اهم حاجة ان ما يدخلوش هوا. هنا بقى هجيب الورق فويل هلفها بيها، وبعد كده هجيب ورق استرتش او بلاستيك راب وهلفه بيها كويس. لازم اتاكد انه ما يدخلهاش اي هوا خالص عشان ما يعفنش معانا. تقفليه كويس قوي، وهجيب كمان سولوتيب لزق وهلزقه بيه. لازم اتاكد ان هو مقفول كويس قوي، ما يدخلوش اي نسبه هوا. لزقه كويس قوي خالص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بوريكم بقيت عامله ازاي ثابته خالص. هحطها بقى في كيس كويس وهربطه، وهحطه في صينيه، احطه في بلاستيكيه في اي حاجه. وكل يومين تقلبيه على الناحيه التانية زي ما انا بوريكم كده. كل يومين نقلبه ايه على الناحيه التانية. هنا طبعا كان عدى حوالي 8 ايام عليه. في الصيف بيقعد من اسبوع ل 8 ايام، في الشتاء يقعد 10 ايام. هنفتح عليه. بصوا بقى الشكل عامل ازاي. بصوا ما شاء الله السمكية طالعه حلوه ازاي. لو هتخزنيه في التلاجة وهتشيلي مثلا، هتستخدمي مثلا جزء وهتشيلي جزء، هتحطيه تطلعيه زي ما انا طلعته كده، وتحطيه في كيس نظيف وتربطيه كويس وتشيليه في الفريزر عادي. اول ما تطلعيه يفك شويه ونضفيه على طول. لو عايزه تخليه وتشيليه برضو مخلي في برطمان نضيف كده، ويستحب يكون ازاز يعني، تخليه زي ما هتشوفين دلوقتي ازاي هخليه. وتحطي عليه زيت، حطي مثلا شطه، قرن فلفل شطه، وحطي ما تحطيش فيه ليمون، زيت بس، لان الليمون لما بيقعد في الزيت بيمرر. لو هتخليه، عايزه تخليه وتشيليه في برطمان في التلاجة، وقت ما تحبي تاكلي يعني تاكلي منه. بصوا الشكل عامل ازاي. هنضف بس البطن بتاعته كويس. هوريكم دلوقتي احنا لما فصلنا الشوكة عن السمكة، اللحمة تطلع معانا ازاي بسهولة. والشوكة كمان بصوا طالعة ازاي اهي. نضف بس كويس. بصوا بقى، بصوا اللحمة بتطلع ازاي. بصوا لونه بامبي وحلو ازاي. بصوا اللحمة بتطلع بسهولة. دي سمكة تانية، فتحت التانية يعني برضو نفس الكلام اهو. بصوا اللحمة بتطلع بسهولة خالص، والريحة كانت تجنن. هحط له بقى زيت وفلفل شطة كده وليمون، طبعا نقطع بصل جنبه، وبألف هنا.